الذرية مذكورة في القرآن الكريم، كلمة الذرية اللي هي ما خرج من نسل الإنسان، أيا كان ابن بنت حفيد، ذرية ممتدة، زي ما ربنا سبحانه وتعالى يذكر عن سيدنا نوح: وجعلنا ذريته هم الباقين. نحن كلنا من أولاد نوح، فنحن ذرية نوح بعد أن كنا ذرية آدم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. وقد تكون الذرية ذرية صالحة، وقد تكون الذرية ذرية سيئة. فهناك إبليس له ذرية، كما قال ربنا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. على أي حال، الذرية البنين، البنات، الأحفاد إلى آخر هؤلاء ذكروا في القرآن الكريم ما يزيد عن 40 مرة، في 19 سورة من سور القرآن، فيها ما لا يقل عن 7 أو 8 آيات متخصصة في الدعاء للأبناء، سنجد معظمها على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذه واحدة. ثانيا، الذرية أثمن شيء يمتلكه الإنسان في الحياة، أثمن من المال، أثمن وأغلى من المال. بل في بعض الأحيان تكون ذرية الإنسان مقدمة على نفسه، لأن ما في إنسان على ظهر الأرض يحب أن يكون غيره أفضل منه إلا الأب والأم يحب أن يكون أبناؤهم أفضل منهم، والذرية كذلك، وهذا أمر فطري وطبعي موجود. لذلك الذرية أثمن وأغلى ما أعطي الإنسان في الحياة، وجعلها الله تعالى منة من مننه على رسله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية.